وبعدها ايضا رحل ليرتدي قميص نادي الاتحاد. الكرة في اماره، لعيب 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 لعيب، لكن الحلو ما كمل. الحلو ما راوغ حارس المرمى احمد ماهر. يا ماهر يا ماهر، احمد ماهر اللي بمهاره كبيره راوغ نواف، لكن بعد ذلك الشباك خاليه. الشباك البطوله اللي اقيمت في امريكا للجاليات اليمنيه، واستطاع ايضا احراز اهداف. اليوم نشاهده يلعب كمدافع، الكره خطيره، لكن نواف 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 الفرصه الاخطر، الفرصه الاخطر، لكن رياكشن عظيم، رياكشن عظيم، رياكشن جميل من حارس المرمى. هل عادت تضيع مره اخرى؟ هل عادت تضيع مره اخرى؟ لكن بقفاز 26 سنه، مباراته الدوليه رقم 21. هنا نقله الداحي في كره، محاوله الان تسديده احمد ماهر، ابراهيم البخيري صافره وركله جزاء من جانب الحكم الكويتي. تعود لمصلحه المنتخب اليمني. حمزه حنش، نقله على الجانب، عرضيه في منطقه الجزاء، وهنا مضغوط عليه لكن ايضا بمهارته. مروه تقدم، نقلها في الجهه اليسرى لمصلحه المنتخب اليمني، عرضيه عاليه لعبد الواسع، استلام ممتاز، التسديده، لكن القائم المتابعه من ماهر، والكره في الشباك. نعم عادوا عابية يعود الى المباراه، لكن ايضا بهدف ابيض، هدف ابيض يلغى. لكن عينك عينك على التسديده وعلى الرايه اللي حضرت الان. تمريره وانطلاقه لماهر، ماهر يحاول، ماهر مضغوط عليه، ماهر يعود بالكره في الخلف، فيها مهاره في المرور، في التقدم، في المراوغه، واللاعب حسين علي. هذه قائمة المنتخبين. كرة بتعود الآن، محاولة في الجهة اليسرى للداحي، يحاول فيها داخل منطقة الجزاء، قد يسدد، التعادل. عاد اليمن السعيد، عاد يسجل التعادل عن طريق البديل أحمد ماهر. أحمد ماهر على ما يبدو بأنه هو من سجل هدف التعادل، مر وتقدم وسدد.